السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقه العمل البيتزا في البيت زي ما انتم شايفين. من كيلو دقيق عملنا 5 بيتزيات. كلفوني 230 جنيه. لو هتشتريها من بره تشتريها الخمسه ب500 جنيه من اي محل. تعالوا بقى نخش نشوف هنعملها ازاي. اعملوا لايك بقى، ما تشتركوا في القناه، ما تنسوش تعملوا لايك. بقطعها، شايفين بقطعها ازاي؟ شايفين الجبنه جميله وسايحه. رخيصة بقى، وتعملي حاجة نظيفة وضمنها وكده، ولولادك حاجة يعني ياكلوا ويشبعوا. معايا طماطم، نص كيلو طماطم، بصلاية صغيرة، 5 فصوص توم مقطعاها، مقطعة البصلاية، معلقة بابريكا. نعمل الطماطم بتاعت البيتزا. معلقة زعتر، معلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، واقلب المكونات على بعضها. معلقة ملح الاول، دي معلقة سكر، قد بتاع 3 معالق زيت، فنجان زيت صغير كده، واسيبهم يغلوا مع بعض، واوطي البوتاجاز عليهم. معايا باكت خميره، معلقه كبيره، معلقه ملح، ربع معلقه بيكنج باودر او نص معلقه بيكنج باودر، معلقه سكر، نص كوبايه زيت. معايا ميه للعجن. دلوقتي انا بعجن، حطيت الكوبايه الاولانيه، حطيت الكوبايه التانية، نسيت بقى اللبن البودر، حطيته معلقتين لبن بودر، نسيته في الاول. انا لسه بنعجن برضو يعني. كل العجن خد مني 2.5 كوباية ميه، شويه بشويه كده. هعجن برضو على الرخامه، هسيب الطبق واعجن على الرخامه. دلوقتي بغرس فيها كده بقى، بعجنها كويس. هغطيها بقى شويه عشان ماده البروتين اللي في الدقيق تطلع. تريحي ايدك، وتريحي العجينه كمان ترتاح شويه، تعجنيها بكل سهوله. احط نص كوبايه الميه في الطبق وبعجن، بغرس فيها كده بالايدي ميه، واروح مغرزه فيها. كل شويه يعني كل دقيقه كده بروح سايباها قد دقيقه برضو عشان ترتاح، وبعجن فيها. تقوم انت تريحي نفسك وتريحي دراعتك، اللي بيعجن على ايده كده. يعني شايفين بتمط ازاي؟ انها مرتاحه. هدهن الطبق زيت، وش العجينه همسحها بقى كده وش العجينه، واغطيها. هسخن بقى كاتل الميه عشان احنا بقينا في الشتاء. احط كاتل الميه في الطبق، واحط العجينه فيها قد نص ساعه، هي مش هتقعد نص ساعه، تكون خمرت. واغطيها بقى مع نفسها تخمر. ارجع بقى للطماطم، خلاص الصلصال اهي، طماطم البيتزا اللي بحطها على وش البيتزا.
صلصلت، ومعايا الفراخ، فنجان برضو صغير طماطم، زيت الفراخ. هشوح بقى الفراخ، حطها تاخد صدمة كده في الاول. معلقة فلفل، معلقة بابريكا، معلقة زعتر كده، بسحنها على ايدي، افركها على ايدي، معلقة ملح ومعلقة سكر. معلقة فراخ التكة اللي هي بهارات الفراخ. اشوح برضو الفراخ ده تشويحة. جينا بقى البيتزا، خمرت اهي، قعدت نص ساعة عشان احنا ايه خمرناها في المية الدافية. رشت دي على الصينية وقرص البيتزا. هعملها ايه قد 5 وحدات، 5 بالزيت. خلصنا تقريص البيتزا. اغطيها ترتاح قد 5 دقايق. اجيب اول واحدة حاجة قرصتها، ارش عليها رشة دقيق بسيطة، وافردها بالمردانة. عشان مرتاحة معايا ايه بتفرد على طول، تفرد على طول. كل ما تريحي الحاجة كل ما تفرد معاكي، ما تبقيش لسه مقرصة وتروحي عاملة فردها. 5 دقايق 10 دقايق كده ترتاح. بالفرشة كده، وبنزل الدقيق اللي عليه. معايا الصينية، اعملي بقى بيتزا لولادك في البيت، نظافة وانت ايديك نضيفة وكده، ومتأكدة من الحاجة اللي بتعمليها. معايا فلفل الوان، فلفل بلدي، رومي الوان وبلدي، ومعايا الصلصة اللي ضربتها في الخلاط، ومعايا زيتون مقطع وفرية. هحط الصلصة على الوش بالشوكة كده، وبقى ايه بخرم البيتزا عشان ما تتنفخش. تبقى الصلصة الطماطم على الوش كده اللي مصلصلينها، ورشة جبنة ميكس، شيدر على موتزاريلا على رومي، والفلفل. حط الفراخ، حط فلفل، كمل الفلفل، فلفل رومي. انا مش حاطه فلفل حراق، الزيتون يعني حامي وكده. واخر حاجه الجبنه الموتزاريلا. لو عايزه تحطيها في الفرن تاخد يعني ايه تستوي من تحت وتطلعيها، تحطي الجبنه الموتزاريلا عادي. لو احطها بايه من تحت بتستوي. وبرده هنا ايه هفرد برده واحده تاني. كل واحده كنت بخلصها بحطها تستوي. التسويه بقى بحطها من تحت على درجه حراره 200 و 220، على اخر درجه في البوتاجاز عندك من تحت على الرف التاني. تاخد يعني دوبك تسوي تحمر كده البيتزا من تحت،
واطلعها تاخد وش في الشوايه بسيط خالص. تسيح بس الجبنه وتتبل الخضار، واروح مطلعاها. ما بسويش قوي. برضو بمسح وشها بالفرشه، نمسح الدقيق اللي عليها بالشوكه برضو، اخرمها كده عشان ما تتنفخش مني. احط الطماطم، ما احطش بقى على الحروف، ما كملش البيتزا للاخر على الحروف كده. احط الجبنه ميكس، بتطري بقى البيتزا من تحت. احط الفراخ، وبعدين الفلفل، رش الفلفل على الوش كده، فلفل الوان. واخر حاجه بقى الجبنه الموزاريلا، اخر طبعه الجبنه الموزاريلا. شايفين؟ برضو هنفرد البيتزا. دي صغيره شويه على قد الصينيه. نحط الجبنه الميكس، الزيتون، الفلفل والزيتون، والفراخ، والاخر رشه الجبنه. وتسويه بقى على 120 على 220، تحمر من تحت البيتزا. هحطها بقى تستوي، تحمر من تحت، واطلعها بقى على الشوايه، يعني ايه 5 كده لحظه. بس هنا بقى جيت البيتزا الاخرانيه، كنت بفتح الباب اتشعفت شويه من وشها، خدت وش شويه لون شويه، بس جميله والله، بترقش كده وجميله. انتوا شايفين؟ عملوها بقى في البيت لولاكم كده، كانت تحفه والله، طعمها تحفه. هي كلفتني ب200 جنيه، بتتباع ب100 جنيه بره. كان كيلو دقيق، كيلو من كيلو دقيق عملنا 5 بيتزات. الواحده بتتباع بره ب100 جنيه، يعني وفرنا كده 300 جنيه في البيتزا، وحاجه نظيفه عاملاها في ايدك، وعاملاها بايدك وكده واكلت ولادك، حاجه نظيفه. انتوا شايفين الجبنه بتمط ازاي؟ سخنه بس عشان ايه. يلا بقى، لو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.